السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. منتخب مصر على بعد خطوات من انجاز تاريخي غير مسبوق وما اتعملش قبل كده، وفرصه من ذهب. حرفيا انا بشوف ان الفرصه بتاعت نيوزيلندا دي فرصه من ذهب، مش هتجيلك تاني. هتجيلك تاني الله اعلم، مش هتجيلك تاني الله اعلم. هتيجي في حياتنا اصلا في ظل الحروب والحوارات اللي حاصله دي الله اعلم، مش هتيجي الله اعلم. فنتمنى من الله اولا، ثم من لعيبه المنتخب وكابتن حسام حسن ينزلوا بكره. يا جدعان انتوا قدامكم انجاز تاريخي ممكن ما يتكررش، والله ممكن ما يتكرر. احنا حرفيا رحنا المونديال 4 مرات، مفيش فوز، مفيش تأهل للدور الثاني، مفيش اي حاجه بتحصل. ربنا كرمنا وجات من عند ربنا، والفيفا قالت لك انا هزود اخلي 10 فرق من افريقيا تلعب. يا عمي الف شكر، حلو، صعدنا، ربنا كرمنا وصعدنا اول مجموعه، والدنيا زبادي خلاط على الاخر. رحنا في مجموعة الحمد لله رب العالمين، مفيش اسهل من كده. مش عايز اقول انها سهلة وسهل في الموضوع، ولكن الحمد لله رب العالمين مش وحشة. يعني بتتكلم في نيوزيلندا، بتتكلم في ايران، بتتكلم في بلجيكا اللي انت تعادلت معاها وعملت عليها ماتش اعلى مستوى. فبكرة عندك نيوزيلندا. بص يا صاحبي، اكسب الماتش ده وماتش ايران اخسر. انا مش عايزك، بص ما تجيش ماتش ايران انسحب، اعمل اللي انت عايزه، بس اكسب ماتش نيوزيلندا بكرة. احنا قدام حدثين تاريخيين ممكن يحصلوا لاول مره في التاريخ. هيبقى اول فوز في التاريخ، واول صعود للدور القادم في التاريخ. فبالله عليكم فرحه، يعني الشعب كله عايز فرحه. مش مهم اي حاجه في الدنيا دلوقتي غير ان احنا نركز في الماتش ده 90 دقيقه نطلع كسبانين بس. يا عم ما تجيش ماتش ايران، والله العظيم ما عايزك تيجي ماتش ايران، مش مهم. انا بص عايزك بس تكسب ماتش نيوزيلندا. شكرا صعدنا للدور الجاي وتعشت، وفوزنا ماتش في كاس العالم متعشت جامد. والله العظيم نبقى طماعين لو قلنا اكتر من كده. والدور الجاي يا عم اخسر، اطلع بره، اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تكسب الماتش ده. بالله عليكم يا جدعان، مش عايزين اي سيناريوهات. يعني احنا شبعنا سيناريوهات، احنا اكتر ناس شبعنا سيناريوهات. احنا في 2018 بعد الماتش العالمي اللي عملناه قدام اوروجواي ومحمد الشناوي رجل المباراه، وكسرنا الدنيا وكنا فاشخين الواقع، ولكن جه جول قتل طموحنا وكل حاجه. بس كان عندنا فرصه ذهبيه برضو قدام روسيا. نزلنا قدام ماتش روسيا بكل تراخي وكل برود وكل بلاده في الدنيا، بلعنا 3 واحنا زي الفل. فننزل ماتش السعوديه نخسر برضو، نخسر 2-1. فبالله عليكم بلاش السيناريوهات دي، والله العظيم ما مستنيها. سيناريو زي ده هيجيب جلطه لنص الشعب. انت بتنافس تقريبا اسهل، مش عايز اقول انها فريق سهل عشان نسهل من المنافس وخلاص، بس انت سهل يعني، ماشيه الدنيا ماشيه. مش هتلاعب بالبرازيل يعني، ده نيوزيلندا. نكسب والسيناريو يكون حلو ولطيف. انا مش هكلمك فنيات، انا عايز منك شويه رجوله في الملعب بس. والله العظيم فنيات وتكتيك والكلام ده كله انا ما عايز ولا مشتريه. انا عايز حتى مصطفى شبيل هو اللي يجيب الجول، ايا كان مين اللي هيجيب الجول، بس نكسب ونصعد الماتش الجاي. انا مش طالب اكتر من كده يا جدعان. بالله عليكم بلاش سيناريوهات، ابوس ايديكم، فوز